السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة الدكتور أحمد عبد اللطيف، طبية صحتك تهمنا. هنتكلم النهاردة في الفيديو بتاعنا عن حساسية الأنف وحساسية الجيوب الأنفية والتهاب الجيوب الأنفية. يعني إيه حساسية الأنف وبتيجي إزاي والأعراض بتاعتها، وإزاي نفرق أو أعرف إن أنا عندي حساسية أنف أو عندي حساسية الجيوب الأنفية، وإزاي ممكن تتحول حساسية الأنف إلى حساسية الجيوب الأنفية أو التهاب الجيوب الأنفية، وايه هي المهيجات بتاعة الجيوب الأنفية، وازاي بنعالج حساسية الأنف بطرق طبيعية، ممكن بأطعمة ممكن مشروبات، ونعالجها بالأدوية، وازاي نعالج حساسية الجيوب الأنفية والتهابات الجيوب الأنفية، وبعدين طرق الوقاية من الاتنين، من حساسية الأنف، من حساسية الجيوب الأنفية، من التهابات الجيوب الأنفية. نرجو في البداية لما عملش اشتراك في القناة رجاء نعمل اشتراك، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك جميل وشاروه لأكتر عدد من حبايبكم وأصحابكم وجروباتكم، وضغط على زر الجرس وضغط على كل توصلكم وكل إشعاراتنا. نتكلم الأول عن الحساسية بتاعة الأنف، أو بنسميها التهاب الأنف التحسسي. سببها إيه؟ ده سببها بيبقى رد فعل للجهاز المناعي لمسببات اللي بتسبب الحساسية، زي مثلا حبوب اللقاح، زي مثلا الجو البارد زي مثلا الوبر بتاع الحيوانات، زي حاجات كتيرة مهمة جدا. أعراضها بتكون إيه؟ عبارة عن سيلان الأنف، وبعدين ممكن يبقى فيه عطس متكرر، يبقى فيه أهم حاجة حكة في الأنف أو في العينين أو في الجلد أو فيهم كلهم. ممكن يحصل بسبب احتقان الأنف يحصل انسداد الأنف، ممكن يحصل تورم حوالين العينين أو احمرار أو دموع، ممكن يحصل صداع خفيف في الرأس. طيب، حساسية الأنف أكتر في الصيف. أعراض الحساسية ليه؟ لأن بيرتفع درجة الحرارة بتاعت الصيف، وبتنتشر مسيرات الهواء زي حبوب اللقاح والأتربة والغبار، الغبار كمان. أعراضها إزاي أعرف إن عندي بتختلف عن أعراض حساسية الأنف. أعراض ممكن حساسية الأنف بنفرق بينها وبين حساسية الجيوب الأنفية. أهم حاجة أن حساسية الأنف معاها حكة في العين والجلد، بينما أعراض حساسية الجيوب الأنفية بيبقى فيها ارتفاع في درجة الحرارة، بيبقى فيها ألم في العظم واحتقان في الأنف، ولازم أهم حاجة تميزها الإفرازات السميكة والشعور بالضغط في منطقة الوجه، يعني زيادة الإفرازات. فحساسية الجيوب الأنفية بيبقى أعراضها مزمنة، وما فيش ارتفاع الحرارة إلا إذا كان فيه التهاب في الجيوب الأنفية، ممكن يكون معاها سيلان أنف أو حكة أنفية أو نوبات من الطنين. طيب، بينما التهابات الجيوب الأنفية بتبقى نتيجة عدوى بكتيرية أو عدوى فيروسية، أو بسبب حساسية شديدة، فبتبقى الأعراض بتاعتها عبارة عن احتقان الأنف وألم في الوجه وحوالين العينين وحوالين الخدود، وصداع، وإفرازات سميكة صفراء أو خضراء من الأنف، وفقد حاسة الشم، وبيبقى حمى أو سخونية في بعض الأحيان. طبعا بنستشير الطبيب في حالة التهابات الجيوب الأنفية، في حالة الأعراض استمرت فترة طويلة، أو كان معاها حرارة شديدة، أو إفرازات صديدية من الأنف، أو ألم شديد في الوجه، أو زيادة شدة الأعراض. طيب، ممكن تتحول الحساسية بتاعت الأنف لالتهاب الجيوب الأنفية. ممكن الشخص اللي بيعاني من حساسية الأنف ممكن طبيعي بيكون عنده تهيج لجيوب الأنفية، فلو كان الجهاز المناعي بتاعه ضعيف يبقى أكبر مصدر إن يحصل له التهابات في الجيوب الأنفية، سواء من البكتيريا أو الإصابة بالعفن أو عدوى من نزلات البرد أو حساسية موسمية، أو إذا كان في زوائد أنفية أو انحراف الحاجز الأنفي. إيه هي المهيجات بتاعت الجيوب الأنفية؟ المهيجات بتاعت الجيوب الأنفية كتيرة: الإصابة مسبقا بحساسية لحبوب اللقاح أو للغبار، أو مسببات الحساسية عموما، أو التعرض للعفن، أو ضعف الجهاز المناعي للجسم نتيجة أمراض
زي الإيدز مثلا، أو نتيجة إن الشخص بيبقى عنده مرض مناعي بياخد أدوية مثبطة للمناعة زي الMS، التصلب المتعدد وغيرها، أو تعرض لعدوى بتاع الجهاز التنفسي العلوي زي نزلات البرد والإنفلونزا والالتهابات الفيروسية. طبعا أعراض الحساسية عموما بتختلف من شخص لشخص. ممكن الحساسية عموما لكل حاجة، ممكن يبقى فيها احتقان للأنف، سيلان الأنف أو العينين أو العطس، ضيق النفس أو اللذيذ أو الصوت الصدر، سعال، طفح جلدي، جفاف ويتقشر في الجلد، تنميل في الفم والحلق، إكزيما، تهيج أو التهاب الحلق. أخطر أنواع الحساسية اللي هي بنسميها الحساسية المفرطة، اللي هي بتهدد الحياة وبتعطي أعراض زي طفح جلدي زي الحكة في كل الجسم، ويحصل تورم للحلق وصعوبة في التنفس، وأحيانا بيفقد الوعي وممكن يموت لو ما تعالجش بسرعة. نيجي بعد كده ازاي اعرف ان الجيوب الانفيه بتاعتي ملتهبه. التهاب الجيوب الانفيه يبقى فيه سيلان الانف بمخاط سميك اصفر او اخضر اللون، ويبقى فيه احتقان او انسداد في الانف، ويبقى فيه الم او ضغط على العظام او الاماكن بتاعه الجيوب الانفيه في الوجه، وفقد حاسه الشم بشكل مؤقت. طيب نيجي دلوقتي للعلاجات والوقاية. بالنسبة لطرق علاج حساسية الأنف، طبعا بنتجنب مسببات الحساسية. كمان بالنسبة للعلاجات الدوائية اللي هو الأدوية المضادة للهستامين والبخاخات الأنف بتاعة الكورتيزون أو كورتيكوستيرويد، والحالات بتاعة المناعة، خفض المناعة للتحسس ويحصل تحسين للحالة. في طرق طبيعية لعلاج حساسية الأنف. نمرة 1 اللي هو محلول الملحي، بنغسل الأنف بتاعنا عشان ننظف الجيوب الأنفية من مسببات الحساسية، فبتخفف الأعراض بطريقة بسيطة جدا. إن احنا بنجيب نص معلقة صغيرة من الملح على كوباية مية دافية ونقلبها ونعمل نغسل بيها الأنف، المحلول الأنفي. ممكن بطريقة طبيعية تانية نستخدم عسل النحل، بيحسن الأعراض ولها خصائص مضادة للالتهابات وتقوية الجهاز المناعي. ممكن كمان نشرب شاي الأعشاب، سواء كان النعناع أو الزنجبيل أو الشمر، دي بتخفف الأعراض بتاع الحساسية لأن فيها مضادات الهستامين الطبيعية وبتكون أحلى وأحسن فعالية لما نضيف عليها معلقة صغيرة من عسل النحل. ممكن نستخدم كمان زيت الكافور لأن له خصائص مضادة للالتهابات ومطهر، بيوسع الشعب الهوائية والممرات الهوائية وبيخفف الاحتقان وبيخفف أعراض الحساسية. وأقصى استفادة منه بأن احنا نضيف من قطرات من زيت الكافور لمية سخنة علشان نستنشق البخار اللي طالع منها، أو ندلج بيها منطقة الأنف ومنطقة الصدر بتاعتنا. كمان بنستخدم أطعمة غنية بفيتامين سي زي البرتقال والجريب فروت والفراولة والفلفل الأحمر، ده عشان نقوي الجهاز المناعي ونقلل تكرار النوبات التحسسية. الأعراض بتاعة الحساسية بتكون أكتر في الصيف نتيجة ارتفاع حرارة الطقس أو انتشار مسيرات الهواء زي ما قلنا. طبعا بيبقى فيه أطعمة ومشروبات ممنوعة في حالات الحساسية بتاعة الأنف أو حساسية الجيوب الأنفية، اللي هو الجبنة العتيقة لأنها فيها هستامين بيسبب الحساسية وبتخلي الأعراض بتاعة لو حمى القش موجودة بتبقى سيئة، فبيزيد الحكة بتاعة الفم وتورم الشفة. كمان بيحصل سيلان للأنف والسيلان واحمرار للعينين وكحة. كمان ممنوع منتجات الألبان اللي هي بتحفز الجسم لإفراز المخاط وبتزود أعراض الحساسية، خصوصا الحليب البقري، ولذلك ممكن احنا نستبدله بحليب اللوز أو حليب الشوفان. كمان الشمام لأنه بيحتوي على بروتين بيعادل تأثير حبوب اللقاح اللي هي بتسبب الحساسية.
كمان نتجنب القهوة لأنها بتحفز الجسم لإفراز الهستامين وبتعمل احتقان للكبد، والبديل إن احنا نستخدم شاي البابونج. عشان نتجنب الإصابة بنزلات البرد ومضاعفاتها والتهابات الجيوب الأنفية، لازم بيبقى فيها علامات منذرة للتوجه للطبيب في حالة الإصابة بنزلات البرد اللي هو أكتر عرضة لأن يحصل المضاعفات اللي احنا اتكلمنا عليه. في نصايح للوقاية من الحساسية بتاعة الأنف والجيوب الأنفية، إن احنا نتناول أطعمة غنية بفيتامين سي، نتجنب إن احنا ننتقل من مكان مفاجئ من مكان حار البارد أو العكس للوقاية من نزلات البرد، إن احنا ناخد تطعيم الإنفلونزا بداية شهر أكتوبر قبل دخول الشتاء في فصل الخريف، عشان نقلل من فرصة التعرض لنزلات البرد والإنفلونزا اللي هي أكتر عرضة للإصابة بالتهابات الجيوب الأنفية. طبعا العلاج بتاع التهابات الجيوب الأنفية تعتمد على عدة طرق. ناخد قسط كافي من النوم، بنشرب سوائل كويسة، بناخد مضادات حيوية وفي حالات العدوى البكتيرية، كمان بناخد بخاخات الأنف اللي فيها كورتيزون أو كورتيكوستيرويد، بناخد مسكنات الألم، بنعمل غسيل الأنف بمحلول ملحي، ونستشير الطبيب في حالة الأعراض الشديدة أو استمرت فترة طويلة أو في مع حمى أو في إفرازات شديدة من الأنف أو ألم شديد في الوجه، فديت أحسن. كمان في نصايح علشان نقي نفسنا من حساسية الأنف وحساسية التهابات الجيوب الأنفية. بنتجنب مسببات الحساسية على قد ما نقدر، نغسل ايدينا عدة مرات بانتظام، نحافظ على رطوبة الأنف بالمحلول الملحي، بنتجنب التدخين على قدر الإمكان، وبنعزز الجهاز المناعي بتاعنا. وعلاج في أعراض تانية لالتهابات الجيوب الأنفية باحتقان الأنف وألم في الوجه والسعال والحمى والتعب التام والسيلان بتاع الأنف. العلاج بتاع الجيوب الأنفية على حسب السبب، بناخد أدوية منزلية، بناخد راحة، سوائل، بخاخات أنف مالحة، مضادات حيوية لو في عدوى بكتيرية. والالتهابات المزمنة بناخد مضادات الاحتقان ومضادات الالتهاب هي مضادات الحساسية كمان، وبعض الحالات بنعمل تصريف للجيوب الأنفية أو إزالة السلائل الأنفية. وترطيب الهواء لازم، وتجنب لمس الوجه، ونغسل ايدينا كويس، وننام نوم كافي، ونتجنب التعرض للمسببات بتاعة الحساسية أو للتدخين. الأكل الممنوع لحساسية الجيوب الأنفية معظم اللحوم المصنعة، الأسماك المجففة أو المحفوظة، وصلصات السمك، وبعض الصلصات وبعض الخضروات زي الطماطم والأفوكادو والباذنجان، والفواكه المجففة زي الزبيب والمشمش، الأجبان القديمة، الشوكولاتة، الأطعمة المخمرة. طبعا بنعالج الحساسية بتاعت الجيوب الأنفية باستنشاق البخار زي ما احنا قلنا، وننام راسنا مرفوعة، ونستخدم بخاخات المحلول الأنفي محلول الملحي عشان نشطف بيها المجاري الأنفية ونخفف الأعراض ونعالج الجيوب الأنفية. كمان نستخدم البخاخات اللي بتشيل الاحتقان، نخلص نفسنا من الاحتقان زي الزيلو ميسازولين أو الأوكسي ميسازولين. كمان ناخد أدوية الحساسية لخفف الأعراض بتاعتنا في حالة الالتهاب، وناخد مسكنات ألم زي الباراسيتامول أو الإيبوبروفين. طبعا العلاج النهائي لالتهابات الجيوب الأنفية المزمنة اللي هو بشكل متكرر الجراحة، وأفضل مضاد حيوي في حالة التهابات الجيوب الأنفية اللي هو الكليندامايسين. طبعا علاجات الدوائية للتخلص من الحساسية بتاعت الأنف، أدوية مضادة للاحتقان، أدوية مضادة للهستامين، وأفضل بخاخة اللي هي ميثايلإفرين، والبخاخات بتاعت الكورتيزون والأقراص الكورتيزون والقطرات العين، ومثبطات الليو كوتريابين اللي هو مثبطات المناعة أو أجهزة المناعة. نرجو في النهاية يكون استفدتم من الفيديو بتاعنا. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك جميل، وشيروه لأكتر عدد من حبايبكم وأصحابكم وجروباتكم، وضغطوا على زر الجرس وضغطوا على توصلكم كل إشعاراتنا. واللي ما اشتركش في القناة رجاء يعمل اشتراك، وتفاعلكم الحي مع القناة
واللايكات والتعليقات والكتابة في التعليقات بتاعتهم بيسر القناة وبيقدم اليوتيوب بيقدمه للآخرين. ونتمنى الصحة والعافية للجميع، والأسئلة اللي عاوزينها أو الموضوعات اكتبوها لنا في التعليقات. والسلام عليكم.